السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار المقدمة من قناة أخبار تركيا بالعربي. اليوم لدينا في الخبر الأول: الأرصاد الجوية التركية تحذر من أمطار وثلوج. والخبر الثاني: 3 خطوات ستخفض فاتورة الكهرباء إلى النصف. والخبر الثالث: خبر سار في المدارس التركية. والخبر الرابع: دورة جديدة إلزامية للسوريين في تركيا. ولكن قبل البدء في هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. تحذر المديرية العامة للأرصاد الجوية من الضباب والصقيع الذي سيكون ساري المفعول لمدة يومين، ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في الأجزاء الشمالية والداخلية والشرقية من البلاد اعتبارا من يوم الأحد. ولدينا في الخبر الثاني: 3 خطوات ستخفض فاتورة الكهرباء إلى النصف. بحسب المصادر، قال موظف في شركة الكهرباء أنه هنالك 3 خطوات للتوفير كما يلي: فتح الأنوار في الغرفة المستخدمة فقط، إطفاء كل الأنوار عند الخروج من المنزل، إطفاء جميع الأجهزة غير اللازمة وحتى وإن كانت صغيرة. ولدينا في الخبر الثالث: خبر سار في المدارس التركية. أعلن وزير التربية الوطنية محمود أوزار أنه في جميع المدارس في الفصل الثاني سيتم تقديم وجبات مجانية في جميع المدارس والروضات في تركيا. ولدينا في الخبر الرابع: دورة جديدة إلزامية للسوريين في تركيا. بحسب ما ورد في أحد المنشورات، فإنه بعد تطبيق برنامج الاندماج الاجتماعي بدأت إدارة الهجرة بإرسال رسائل نصية للسوريين لحضور دورات اللغة التركية، وهي المرحلة الثانية لبرنامج الاندماج بقرار من الوالي. الدورة مجانية وإلزامية للجميع لمن أعمارهم ما بين 18 و 65 عاما. من لا يحضرون الدورة سيواجهون مشكلات في حقهم في البقاء في تركيا. وبهكذا نكون قد أنهينا أخبارنا اليوم. شكرا لكم على حسن الاستماع ودمتم بخير.